طبعا بقى احنا داخلين على افريقيا ومعمعة افريقيا، والاهلي في طريقه الى البطولة النجمة ال 13 بطولة افريقيا. داخلين على المعمعة الكروية والعتاولة الكبار. اليكم اسماء فرق المجموعات اللي مشاركة في دوري ابطال افريقيا. انت بتدور على ايه يا بابا؟ هم؟ بتدور على ايه؟ انا بدور على الزمالك، مش موجودة في دوري المجموعات افريقيا. الزمالك مش موجودة في دوري المجموعات. ابطال السوبر الافريقي ده في 16 فريق، اربع مجموعات، يعني في 16 فريق بيلعبوا في افريقيا، 16 فريق، والزمالك مش موجود من ضمن ال 16. ماما بيلعبوا في الكونفدرالية. في الكونفدراليه، بيلعبوا في الكونفدراليه. مش هم واخدين السوبر الافريقي والاعلام بتاعهم عمال يقول الزمالك بطل افريقيا؟ يعني الزمالك بطل افريقيا وما لعبش فيه؟ 16 فريق افريقي، 16 فريق، 16، خلي بالك، 16 فريق بيلعبوا في افريقيا والزمالك مش معاهم، والاعلام الزملكاوي عمال يقول الزمالك بطل افريقيا. طب ازاي بطل افريقيا؟ وحتى خالد الغندوري، ان الناس العبيطه ومحللين الزملكاوي يقول لك هدف ناصر ماهر افضل ولا مجدي قفشه في دوري الابطال. يعني كان بيسأل في الاستوديو التحليلي، هدف ناصر منسي في السوبر الافريقي افضل ولا هدف قفشه في دوري الابطال. يا خيبة السودة على الاعلام الزملكاوي، يا خيبة السودة، يا خيبة السودة. فريق بيلعب في درجة تانية وعاوزينه بطل افريقيا، ازاي يا جدعان؟ مين اللي خلى الزمالك بطل افريقيا؟ الاعلام الزملكاوي والجمهور بيصدقه. يعني اللي خلى الزمالك بطل افريقيا او بطل زي ما بيقولوا القرن، او مثلا هدف ناصر ماهر افضل ولا هدف قفشه في دوري الابطال، الاعلام الزملكاوي. والخيبه السوداء ان الجمهور بيصدقهم. الخيبه السوداء اللي الجمهور بيصدقهم. ايه يا جدعان؟ ده انا اول ما فتحت الجدول فكرت ان الزمالك هيبقى اول القايمه. فكرت ان الزمالك هتبقى اول القايمه. ده انا اتصدمت لما لقيتش الزمالك في دوري الابطال. ازاي يا جدع؟ ده وجعين دماغتنا بقول لك الزمالك بطل افريقيا، اما انتوا ده 16 فريق في افريقيا وانتوا مش موجودين. يا نهار اسود يا جدعان على الضحك السنين. ما صدق اعلام فعلا. وصدقوا بعض. يا شيخ، يا شيخ اتنيل.